السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيكانتو وخيتنا جتنا قالت قالوا لي فيها طبعا سيارة فطفيطة، وقالت اخر شيء قالوا لي بتغيري النص المحرك الفوقاني في جرة الفلافل باهي. طبعا مرت بمراحل، غيرت البومبتشي، غيرت فلتر البنزين، نظفت الرشاشات، غيرت الشماعي. طبعا الحاجة الوحيدة في هذا كله اللي كانت فعلا مضبوطة في مكانها اللي هي تنظيفة الرشاشات. كان في مشكلة وتغيرت، ولكن التفضفيطة قاعدة مستمرة. طبعا التفضفيطة اللي قاعدة مستمرة في جرة الشماعي المعفنات. الشماعي هاضم ما ينفعوش بتاتا. يعني نحو شماعي نص عمر لشماعي تافهات ما جو شيء، خلت المشكلة مستمرة. وطبعا لما اللي قالها نص محرك فوقي، انا درنا المشكله كانت في البسطوني الرابع، وقست ضغط البسطوني والفلافل، لقيتهم تبارك الرحمن فايت 10 بار ممتاز. غيرنا الشمعه بس متاع البسطوني الرابع في الوقت الحالي. ولا اسمعوا تبارك الرحمن، صاحبة سيارة جربتها، والسيارة تبارك الرحمن فطفيطة مشت راحت. عندنا شوية سيرفز تو في الوقت الحالي طلعناه يتسرفز، والسيارة حتكون أفضل بإذن الله تعالى. طبعا صوت المحرك نغمته ما هيش مليحة، في جرة بتغيير الزيت والفلتر. فنقول لكم يصلي يربح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.